سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون، تشكل الجهوية المتقدمة منعطفا هاما في المسار التنموي بالمغرب، وفرصة لتكريس التقائية السياسات العمومية والقطاعية على المستوى الترابي. وفي هذا الإطار وطبقا لمقتضيات الدستور وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بادرت جهات المملكة إلى إعداد تصاميم لإعداد التراب وكذا برامج التنمية الجهوية، وذلك وفق مقاربة تشاورية على مستويين المجالي والقطاعي باعتماد الرؤية الاستراتيجية والاستشرافية على مدى 25 سنة. وفي هذا السياق قامت وزارة الداخلية بمواكبة وتتبع إعداد تصاميم جهوية لإعداد التراب، حيث تم التأشير على المقررات المتخذة بشأن 10 تصاميم جهوية لإعداد التراب، كما يوجد مشروع التصميم الخاص بجهة الدار البيضاء في ضوء التأشير، ومشروع التصميم الخاص بجهة درعا فيلات في ضوء الدراسة. وبرسم الولاية الانتدابية الحالية توصلت وزارة الداخلية ب11 برنامج للتنمية الجهوية، حيث تم التأشير على 6 برامج تخص جهات الدار البيضاء 16 وبني ملة الخنيفرة ودلميم ودنون ودرعا تفيلات ومراكش أشفي وجهة الشرق. كما توجد 5 برامج قيد التأشير تتعلق بجهات الرباط سالة القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس وسوس ماسة والعيون الساقية الحمراء، في حين لم يتم التوصل بعد ببرنامج التنمية الجهوية لجهات الداخلة والذهب. وعلى صعيد آخر، بما أن التعاقد بين الدولة والجهات ومختلف الفاعلين المحليين أصبح أداة رئيسية لسن طرق تدبيرية جديدة ترتكز على مبدأ الاتقائية والتنسيق وتحسين الأداء والمردودية، بما ينعكس إيجابا على تنزيل برامج التنمية الجهوية ويساهم في تعزيز حكماتها وآليات منجزاتها على ضوء أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسطرة. عملت وزارة الداخلية على بلورة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ العقد بين الدولة والجهات، غايته تجاوز المعيقات التي واجهت تنزيل سليم لهذا الوطش. كما قامت وزارة الداخلية بمواكبة الجهات في إعداد وتنجيل الجيل الأول لعقود برنامج بين الدولة والجهات وباقي الشركاء المعنيين وفق مقاربة تشاركية ودامجة. وفي هذا الإطار فقد تم خلال المدة الانتدابية السابقة التأشير على 7 عقود برامج بين الدولة والجهات بكلفة تقدر ب 34.98 مليار درهم لتنزيل 286 مشروع من بين البرامج ذات الأولوية، تهم مجموعة من المجالات نذكر من بينها البنية التحتية وتأهيل المدن ومراكز القروية الصاعدة والطرق وتوسيع التكوين المهني وتعبئة الموارد المائية. اللي خصنا نتفاهموا عليه واحد 3 المحاور اللي هما مهمين. المحور الأول هو أن الجهوية هو مسار وماشي هدف، واهم حاجه اللي خصنا نوصلوا له في القريب العاجل هو ان الميزانيه ديال الدوله ما تبقاش تهود من الفوق لتحت، لكن تطلع من التحت للفوق، فان وزاره الداخليه تعتبر تعبئه موارد جبائيه الجماعات الترابيه من اهم الرهانات التي ينبغي كسبها في اطار مسلسل الجهويه المتقدمه. في هذا السياق فقد تم اعتماد خلاصات منبثقه عن المناظره الوطنيه الثالثه للجبايات المنعقد يومي 3 و4 ماي 2019 بالسخيرات في صياغه القانون رقم 27 والمغير المتمم للقانون رقم 47/6 المتعلق بجبايات الجماعات الترابيه، والتي ركزت على ضروره ادراج اصلاحات الجبايات المحليه ضمن منظور شمولي لتحقيق العداله الجبائيه على مستوى النظام الجبائي لبلادنا. هذا ومن اجل تطوير التدبير الماليه المحليه عملت وزاره الداخليه على اتخاذ عده تدابير، من بينها تحسين عمليات تحصيل الرسوم الترابيه من خلال رفع من الحد الادنى لاصدار واداء الرسوم من 100 الى 200 درهم، تنزيل مقتضيات القانون رقم 27 سالف الذكر فيما يخص اعاده توزيع مهام الاداره من خلال اسناد تدبير رسم مهني للمديريه العامه للضرائب، وكذا تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعيه الى الخزينه العامه للمملكه، إصدار تعليمية رقم 1600 بتاريخ 5 ماي 2021 حول تطبيق القانون رقم 27 المغير المتمم للقانون رقم 47/6 المتعلق بجباية الجماعات الترابية، تهدف إلى عرض التعديلات التي جاء بها هذا القانون بتفصيل، وكذا لتسهيل الإجراءات التطبيقية المتعلقة بها. وضع إطار تنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، حيث يمكن إيداع الإقرارات
الإقرارات وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بالمرسوم رقم 22/176. وفي هذا الصدد فإن مصالح وزارة الداخلية وبشراكة مع الخزينة العامة للمملكة قامت بإعداد منصة إلكترونية تمكن الملزمين من إيداع إقراراتهم وأدائهم للرسوم المستحقة من جهة، ومن جهة أخرى عملت على تعميم نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخل جباية الجماعة الترابية جير سي تي، كما يتم تطوير نظام جير روبورتين خاص بالجماعة الترابية والذي من شأنه تمكين جميع المتدخلين ولا سيما الآمرين بالصرف من تتبع عمليات تحصيل المداخل. ما يمكن ندوزوا ذوي الحقوق حتى كي يتم تمليك الأراضي بين 2014 و2000 واليوم العدد المساحه الاجماليه ديال الاراضي اللي تم التحفيظ ديالها تضاف 10 المرات، دوزنا من 500,000 لاكثر من 5 المليون، وباقي عندنا باش نوصلوا ل 15 المليون. هذا كيمثلنا اننا نحميو هذه الاراضي من المضاربه، كنحميو هذه الاراضي من التطاول، كان ما نعرفوا واش كيوقع في الاقاليم. الاراضي الجموع خصنا كاملين نحميوهم، لان اليوم هي الرصيد العقاري الاهم في بلادنا اللي يمكن ينفعنا غدا في الاستثمار. بعض الاخوان شاروا الاشكاليه ديال النواب الى اخره. النواب 6 سنين هذا القانون، كاين النواب كانوا قبل لكن ما كيطبقش عليهم اللجان لان جاب 2019 عدينا من جديد. يعني اليوم النواب اللي هما كاينين اليوم كيطبق عليهم القانون الجديد، والحصد اللوائح راه غاديين فيها رشيد راه وصلنا تقريبا 76%. عندنا اشكاليات، ما قلتوش انها سهله، عندنا اشكاليات كبيره، لكن حنا خدامين مع الجماعات السلاليه باش نصفيو هذا العقار اللي يمكن يسمح لنا غدا باش يتم الاستثمار فيه فقط في الميدان الفلاحي في جميع الميادين، واللي يمكن كتعرفوها اليوم هذا الرصيد العقاري كيسمح لنا اننا نقوموا في بعض المناطق اللي ما يمكنش يكون فيها الفلاحه الاستثمار في الطاقات المتجدده، في الاستثمار في قطاعات اخرى من غير الميدان الفلاحي ولا الراعي. وباش نختم فيما يخص يتمفت الوقت. لا سيدي واحد فيما يخص الاستثمار مرة أخرى اللي بغيت نشير له هو أنه مع وزارة المالية مع مديرية الأملاك الدولة بغينا أن هذه الأراضي الجماعات السلالية اللي هي شبه حضارية اللي جات محيط المدن بغينا نفوتوها لأملاك الدولة. علاش؟ لأن أملاك الدولة كيمكن لها توضع هذه الأراضي إشارة للمستثمرين هذه الأراضي في أحسن الظروف.